دخلت واتمكيجت وبنت عمها صورتها وتقول لك النهارده فرحي وانا هجيب تورته ومش عارف ايه. طب ليه ابوك دي مش واجع في قلبك؟ صورته بعد ما قتلت ابوها على طول. جات لي، قعدنا وانا وهي قاعدين في المنظره، تقول لي انا عايزه اموت ابويا، ايه رايك اما احط له سم فران مش عارف ايه. فانا ما خدتش شديت في الكلام، نسالي الكلام اللي هو الضحك وهزار، وخدت وديت عادي. بعد كده عريسها رن عليها على طول نص ساعه وكانت معايا السبيكر وانا قاعده. لأنه في يوم 18/1/2024 من عيش مركز بلاد محافظة الزقازيق قتل المجني عليه أشرف السعيد عبد الحميد حسن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قصة النهاردة حرفيا تحرق الدم والأعصاب وبص وتكعبل لك يومك. ونصيحة، لو انت من الناس اللي بتتخنق بسرعة ودمك بيفور فأنصحك تخرج من دلوقتي، ولو انت قلبك ضعيف يا ريت برضه تخرج، ولو انت طفل بقى أقل من 18 سنة يا ريت ما تسمعش القصة دي أصلا. والقصة دي بلس 18. اللهم بلغت اللهم فاشهد. جهز مسلياتك ويلا بينا من غير رغي كتير نعرف ايه اللي حصل في قصة النهاردة. قصة النهاردة حصلت في سنة 2024، يعني لسه طازة، احنا لسه اصلا في شهر 2 دلوقتي. وطبعا حصلت في مصر ام الدنيا، وبالتحديد في محافظة الدقهلية قرية ابو تشيشة. واحد اسمه اشرف السعيد عمره 48 سنة، اتجوز من 6 سنين تقريبا، وعنده بنت وحيدة من مراته واسمها منة. ولما وصل عمر منة 13 سنة اتوفت امها، وسابت اشرف مع بنته الصغيرة. وقرر اشرف وقتها انه يعيش علشان بنته وبس، ويقوم هو بقى بدور الاب والام والاخ. وقال ان هو هيعيش حياته علشان خاطر بنته منة وبس، عاوز يساعدها وما تكونش محتاجه لاي حاجه خالص. طيبتك يا استاذ اشرف والله. حتى ان هو كان شايل فكره الجواز من واحده تانية، ولكن بسبب اصرار اهل اشرف قرروا ان اشرف لازم يتجوز. اول سبب بقى ان هم يصروا ان اشرف يتجوز وهو شغل اشرف اللي كان بيشتغل في الاجهزه الالكترونيه. انتم فاهمين بقى، بسبب شغله انه كان بيتحرك هنا وهناك، وكان بيطلع من الصبح وما بيرجعش غير اخر الليل. ومن بعد وفاه مراته بقى بيخاف على منة اكتر، ومش عايزها تكون لوحدها، فبقى بيرجع على البيت من بعد المغرب على طول. والسبب التاني انه يعني يتجوز انه تكون معاه واحده تساعده وتكون جنبه هو وبنته، وتشيل معاه حمل اللي هو شايله لوحده. واشرف سمع نصيحه اهله ووافق انه يتجوز، وعن طريق معارفه واقاربه اختاروا له بنت الحلال، وبقى في قبول ما بينهم واتجوزوا. ولكن منة بنت اشرف كان ليها راي تاني خالص، ما كانش عاجبها الموضوع، ويوميا تعمل مشاكل مع مرات ابوها. وكل ما تشوف ابوها كانت تروح له وتعيط، وتكذب كمان وتقول ان مرات ابوها بتعاملها بوحشيه وبتزعق لها وكمان بتضربها. وفضلت على الموضوع ده خناق وعياط وكذب وافتراء على مرات ابوها. والمسكينه مرات ابوها ما عملتش حاجه اصلا. واشرف هنا بقى بين نارين، انه يقف جنب بنته او يقف جنب مراته. وهنا قرر انه يقف جنب بنته، وعلشان خاطر بنته طلق مراته وقال بلا جواز بلا وجع راس، انا عايش عشان خاطر بنته وبس. ولما وصل عمر منة 15 سنه قرر صديق اشرف في الشغل واللي كان اسمه احمد الهلالي كلم مع اشرف وقال له ان هو عايز منة بنته لمحمد ابنه. ولكن اشرف رفض وقال له يا عم احمد انا بنتي عندها 15 سنه ما ينفعش اجوزها دلوقتي. وقال له انا ما عنديش اي مشكله اصلا، يعني انتوا خير النسب، بس لما تتم منا 18 سنه واللي هو السن القانوني، وقتها بس هخطبها لمحمد ابنك. ولكن احمد الهلالي صاحب اشرف ما اقتنعش بالكلام ده، واصر على طلبه ان هو عايز ياخد منه لابنه محمد. وفي المقابل اشرف برضه اصر على رفضه. فقام احمد الهلالي اتضايق جدا من رفض اشرف، وقرر انه يروح لابو اشرف اللي هو يعني جد منه، وقال له ينفع يا ابو اشرف ابنك يرفضني ويرفض ابني محمد وانا صاحبه وصديق عمره؟ فراح ابو اشرف لاشرف ابنه واقنعه انه يوافق على خطوبه من منة ومحمد. وبعد كلام كتير وضغط على اشرف في الاخر اشرف وافق، ولكن اشترط عليهم ان الفرح مش هيتم غير لما منة تتم 18 سنه. ومحمد كان عمره وقتها 20 سنه، اكبر من منة ب4 سنين. ومحمد كان شغال على توك توك. فراح احمد الهلالي لابنه محمد وقال له ان اشرف وافق على الخطوبه. وتقريبا كده ان محمد ابن احمد الهلالي عينه كانت على منة، يعني عشان بنته وحيده ومتدلعه وكده يعني. كان اشرف بيخاف على منة بشكل رهيب جدا، خايف يموت ويسيب منة لوحدها. وعلشان اشرف يضمن مستقبل منة كتب لها البيت باسمها وما تتنقلش الملكيه دي
غير بعد موت اشرف، وكمان كان شايل لها مبلغ كده على جنب. وبعد كام يوم تمت الخطوبه بين محمد ومنى، وبعد ما خلصت الحفله دي كلها قام اشرف جايب احمد الهلالي وابنه محمد، واشرف قال لمحمد انا بكلمك قدام ابوك اهو، مفيش فرح غير بعد ما تتم منا 18 سنه، وكل يوم جمعه بس ليك حق انك تيجي تشوفها، ومفيش اي مقابلات غير يوم الجمعه وبس، وكمان تكون مع الاهل مش لوحدكم، وغير يوم الجمعة هتكون بس المناسبات اللي معروفة يعني زي العيد والحاجات دي. وقال له حلو الكلام، فقال له أحمد ومحمد حلو الكلام وموافق على الشروط. وبعد كام يوم من الخطوبة قرر أبو محمد اللي هو أحمد الهلالي إنه يسافر، فقعد مع ابنه محمد ووصاه على منة وأبو منة، وقال له اتقي الله فيهم وخلي بالك عليهم، ولو احتاجوا اي حاجة خليك واقف معاه. وبعد كام شهر من الخطوبة بقت العلاقة بين محمد ومنة قوية جدا، وكانوا عايزين يشوفوا بعض يوميا. بس ازاي؟ ابو منة اشترط ان هو ما يتقابلوش غير يوم الجمعة، ومحمد وافق على الكلام ده. ولكن الحبايب بقى كانوا عايزين يتقابلوا كل يوم، بس ازاي؟ وكل لما يعوزوا يتقابلوا في اي يوم تاني غير يوم الجمعة وبرضه غير المناسبات كان اشرف يمنعهم. بس محمد بقى زهق من الوضع ده وقال لي منة خلاص انا زهقت وفاض بيا الكيل، انا كل ما عاوز اقابلك ابوك يرفض، ما انت بتوحشيني اعمل ايه طيب؟ ومنة قالت له وانا كمان زهقت. فقال لمحمد لمنة ايه رايك انا وانت نتجوز ونخلع، نهرب يعني انا وانت كده ونعيش لوحدنا، هي الهبله ومتخلفه والله مش عارفين يستنوا 3 سنين. فردت عليه منة وقالت له يلا بينا يا عم نتجوز ونعيش لوحدنا. محمد بقى كان شويه عاقل وراح لأشرف عشان يكلمه تاني علشان عايز يقنعه بأي طريقة انه يتجوزوا على طول يعني. بس أشرف رفض وقال له انا متفق معاك قدام ابوك ان الجوازة دي مش هتتم غير بعد 3 سنين، وانت وابوك وافقتم على الكلام ده. طلع ابويا من الموضوع ده كله وخلي الكلام بيني وبينك، ابويا بقى ملوش اي دعوة. فقال له أشرف انتهى الكلام وقفل على الموضوع ده خالص، ومفيش اي جواز غير بعد ما تتم منا 18 سنة، ولو مش قادر تستنى نفركش الخطوبة دي خالص وكل واحد يروح لحاله. فمشي محمد وبلغ خطيبته منة على كل حاجة، فقالت له منة خلاص سيبني انا بقى ارتب للموضوع ده وبعد كده هقول لك نعمل ايه. واشرف كان كل فترة كده بيشتري كام حاجة لجهاز منة، وتقريبا كده كان اشترى كل الاجهزة الكهربائية من تلاجة وتلفزيون وهكذا يعني. واشرف كان بيعافر عشان يسعد بنته ويحافظ عليها علشان لو مات ولا كده محدش ضامن عمره، وهو عاوزها تتجوز بعد ما تتم 18 سنة عشان تحفظ حقوقها. ومسجل كمان البيت باسمها عشان لو مات، وكمان شايل لها فلوس يعني مش مقصر معاه في اي حاجة. وفوق كل ده كان بيعامل محمد زي ابنه واكتر، وكان يوميا بيشوف محمد ويقابله، وكان بيخلي محمد يوصله الشغل بتاعه ويجيبه منه كمان علشان بس يديله الأجرة بتاعته، علشان بس يساعده بس بشكل غير مباشر. وبعد فترة خلاص منة زهقت، الموناليزا منة فاض بيها الكيل، وقعدت بين نفسها وفكرت، ورفعت سماعة التليفون واتصلت على محمد وقالت له حمودي انا مستعد ان انا اتخلص من ابويا، وبعد اقل من سنة نتجوز انا وانت. وعملوا اجتماع وفكروا وخططوا ازاي يعملوا عملتهم السودة دي، وطلع فعلا على حسب قناعتهم ودماغهم البايظة ان التخلص من اشرف هو انسب حل. هتيجي وتقولي دلوقتي يا عزيزي ايه هي الفكرة اللي هم رسموها علشان يتخلصوا من اشرف؟ تعجبني يا جدع لما تشغل دماغك. تعالى بقى كده يا جدع اعرفك انت وهي وهو الخطة بتاعتهم كانت ماشية ازاي. انا قلت لكم من شوية ان محمد كان بيوصل اشرف كل يوم الشغل بتاعه، وقرروا في يوم المصيبة بتاعتهم ان اشرف هيكلم محمد ويقول له تعالى عشان توصلني زي كل يوم. ولكن محمد كان مخطط هيعمل ايه في اليوم ده، ولما كلم اشرف محمد رد عليه بكل سهولة وقال له ان التوك توك عطلان. التوك توك بقى فيه عطل صغير كده، فمحمد قال لاشرف تعالى لي الجراج اللي هو راكن فيه التوك توك، وعبال ما انت ما تيجي هيكون انا صلحت العطل اللي في التوك توك ده، وبعد كده نتوكل على الله انا وانت واوصلك شغلك. فوافق اشرف على الكلام ده، وفي تاريخ 19 يناير عام 2024 وقعت الجريمة. وصل اشرف عند محمد المخزن وسلم عليه، ومحمد قال له اتفضل. ومحمد وقتها كان شايل حتة حديدة معاه، وبعد ما اشرف اداله ظهره وكان داخل على طول محمد ضرب اشرف على دماغه ووقعه على الارض، وعلى طول وقع اشرف مكانه من غير ولا نفس، وطرطش دم بقى في كل مكان ولكنها نافورة اتفتحت. وهنا محمد بقى ارتبك وخاف ان اشرف يصحى من مكانه ويقاومه او يحاول يضربه. ومحمد وقتها كان معاه سلاح ابيض، وعلى طول سحبه وضرب اشرف 4 طعنات، ضربه في كتفه وفي رقبته وفي بطنه. وبعد ما اتاكد ان اشرف مات وخلاص انقطع نفسه راح على طول اتصل بمنة وقال لها
كل حاجه تحت السيطره. فقامت منى بعد ما قفلت معاه جابت ملايه من ملايات امها الله يرحمها، واخدت معاها حبل وراحت على طول على محمد في المخزن. واول ما وصلت ادت لمحمد كل حاجه، الملايه والحبل، وكفنوا اشرف اللي هو ابو منى. يا ساتر على قوه القلب. المشكله مش هنا، المشكله في اللي جاي، يعني في مصيبه تانية حصلت اكبر من دي بكتير. وبعد كده شالوا اشرف وحطوه في التوك توك، وبعدها طلعت منى وراحت على البيت واخدت مبلغ 26,000 جنيه بتوع ابوها وادتهم لمحمد وقالت له رتب نفسك بيهم. وبعدها راحت بيت عمها وقعدت هناك مع بنت عمها لحد المغرب. وطبعا زي ما انا ما قلت لكم ان محمد كان من بعد موت مراته ما كانش بيتاخر على المغرب، ولكن في اليوم ده اتاخر اشرف عن ميعاده واستغرب عم منى، فراحوا على طول على منى وقالوا لها تعالي يا منى، هو ابوك اتاخر ليه كده النهارده؟ هو قالك ان هو رايح في مكان؟ ولكن منى ما كانتش مهتمه اصلا، ولكن ابوها كان متاخر وكان باين على منى ان هي مفيش اي ذره اهتمام. واصلا وهي في بيت عمها قالت لبنت عمها كلام محدش يصدقه. اسمعوا كده هي قالت ايه لبنت عمها. هي بنت عمي كل حاجه وكل سرها معايا. قالت لي تعالي يا حنان اقعدي معايا، قلت لها اجي اقعد معاك اعمل ايه؟ قامت قالت لي بس تعالي اقعدي معايا لان انا خايفه. وجيت قعدت معاها، فضلت قاعده معاها من المغرب للساعه 12 بالليل انا وهي بس، وكان في مفيش خوف على وشها ولا زعل ولا اي حاجه. وقالت لي انا فرحانه قوي، انا حاسه النهارده عندي عيد. وقعدت تعمل كده هي قالت لي كده، قعدت تحط مكياج على وشها وفرحانه وفتحت الاغاني ومش عارفه ايه. وقالت لي بس انا حاسه كده ان انا خايفه. قلت لها وانت خايفه من وانت عملت حاجه غلط؟ قالت لي انا حاسه ان انا خايفه. ايه رايك يا حنان اما احط لابويا سم في الاكل واحنا قاعدين؟ قالت لي كده بس واحنا في البيت في المنظره بتاعتهم. انا ما خدتش انا قلت الموضوع اللي هو ضحك او هزار، فضحكت ومش في دماغي حاجه. قامت قايله لي انا هجيب له شويه سم وادهم لك، ايه رايك كده؟ قلت لها انت عبيطه يا بنت انت بتضحكي؟ بس يا بنت يا هبله وبضحك معاها كده. قالت مش عارفه انا حاسه النهارده انا عامله انجاز كبير قوي تعمل لنا كده. وجت قعدت معانا كلت يعني واحده لو ابوها مخطوف ما تاكلش ولا لها نفس، لا دي كلت وفرحت. وبعد ما سالوا منى اكتر من مره فين ابوكي، فقالت ايوه انا افتكرت، تليفون ابويا رن اكتر من مره، وكان في واحد بيقول ان التلفزيون بتاعه بايظ وعايز ابويا يجي يصلحه، وطلع من وقتها ويمكن متاخر هناك. فقالوا تلفزيون ايه اللي يقعد ده كله؟ ففضلوا يرنوا على تليفون ابو منى ودايما بيطلع مغلق، وراحوا البيت علشان يشوفوه يمكن راجع البيت ولا حاجه، الا يمكن يعني هو راجع البيت والتليفون فاصل، ولكن البيت كان فاضي تماما. وهنا بقى دخلت البيت واحده من اخواته البنات، واللي كانت اوقات كتير بتروح تقعد هناك معاهم بعد وفاه مراته الله يرحمها، وكانت عارفه ترتيب البيت كله. فشافت ان البيت مقلوب، وبالتحديد في اوضه النوم، ولا كأن في زلزال حصل هنا. فسألت منى ليه البيت مقلوب كده؟ فقالت لها منى انا يعني بقالي كام يوم مش مرتبه الدنيا فعادي بقى، وعملت اكنها بتدور معاهم. وفي نفس الوقت ده رنت على محمد وقالت له احنا بندور على ابويا دلوقتي، تعال دور معانا علشان محدش يشك فيه. وفي الوقت اللي الدنيا مقلوبه على اشرف كان محمد ودى جثه اشرف ورماها في ترعه ابو تشيشه، وبعد كده رجع ودى التوك توك في المخزن بتاعه وراح على بيت اشرف وبدا يدور معاهم. وتاني يوم بعد ما تاكدوا خلاص ان اشرف مختفي، راح ابو اشرف المركز وقال لهم ان ابني مختفي من امبارح. وطلعت الشرطه تدور على اشرف وفتحوا تحقيق وراحوا على البيت وفتشوا البيت كله علشان يعرفوا الراجل ده راح على فين. وفي الوقت ده جه اتصال من مجهول لابن اخو اشرف وقال له ان جثه اشرف موجوده في ترعه ابو تشيشه. وراحوا اهل اشرف كلهم على الترعه، ولما وصلوا هناك كانت الشرطه واصله قبليهم وكانوا محوطين المكان. وفي الاول حاولت الشرطه انها تمنع اهل اشرف ان هم يشوفوا الجثه علشان يتاكدوا الاول ان دي جثه اشرف فعلا ولا الاتصال ده كان جاي من مجهول وكذاب. ولكن في النهايه دخلوا، واخت اشرف شافت الملايه اللي ملفوف بها الجثه وعرفت على طول ان هو اشرف اخوها، وقالت ان الملايه دي بتاعت مرات اشرف الله يرحمها، وده اكيد اشرف. ولما شالوا قطعه الملايه دي من على الجثه لقوه فعلا اشرف. وقتها الشرطه جابوا اخت اشرف وقالت فعلا ان دي ملايه مرات اشرف الله يرحمها. ولما دخلت البيت لقيت البيت مقلوب، والهدوم كانت كلها مقلوبه على الارض كأن في حد دخل البيت وكان بيدور على حاجه. وقالت كمان انا شاكه ان هو اتقتل في البيت. وطبعا طالما اتقتل في البيت جابوا على طول بنت اشرف، لانه طبيعي مفيش حد بيكون في البيت غير منى. في البدايه بقى كانوا شاكين فعلا في منى، بس قالوا بعدها يعني دي بنت صغيره ازاي هتشيل الجثه وتوديها الترعه؟ فقالوا لو مش واحد تاني فاكيد البنت دي وراها حد مساعدها في الحوار ده. بس منى بقى عندها مين غير خطيبها وابوها، وعلى طول جابوا منى وحققوا معاها، وبعدها اخلوا سبيلها. وبعد منى جابوا خطيبها
وهم بقى قاعدين وبيحققوا معاه، وفي وسط التحقيق قال الضابط هات تليفونك عايز اشوفه. قال محمد عايزه ليه يعني، هتعمل بيه ايه؟ ما تخلص يا ابني انت وهات تليفونك. وبعد ما فتش فيه الضابط لقوا فيه تواصل بين منة ومحمد. ما طبيعي يعني يكون فيه تواصل، ايه الذكاء ده؟ وكان في حوار ما بينهم، والحوار ده كان يخص الجريمة. يعني لقوا فيه رسائل كده ومكتوب فيها ها عملت ايه، ورسالة تانية ايه اللي حصل خلصت ولا لسه. وكان الكلام ده مبعوث في نفس اليوم اللي اختفى فيه أشرف. وعلى طول تم التحفظ على محمد في قسم الشرطة، وبعدها تم استدعاء منة وحطوا كل الأدلة قدامها. والضابط أخد تليفونها برضو علشان يشوف إمكانياته، ولقوا فيه رسالة عندها برضو من محمد وبيقول فيها امسحي كل الرسائل اللي عندك علشان ما ننفضحش. ولما واجهوها بكل الأدلة دي فضلت تعيط وتصرخ واعترفت بكل حاجة. يعني من الآخر كبت العشا كله، وقالت إنها عملت كل ده علشان أبوها رفض إنها تتجوز قبل سن ال18. دي حاجة ترفع الضغط والله. وإن هي عايزة البيت ويكون بتاعها. الحاجة اللي تزعل فعلا وتحرق الدم وتخنق اللي أنا كنت بقول لكم عليها إن أبوها أصلا كاتب كل حاجة باسمها، بس مفيش أي حاجة تتنقل غير بعد موت أشرف. بس ما عندهاش صبر وقتلت أبوها علشان تتجوز الجحش محمد وتاخد البيت. وعلى طول تم القبض على محمد ومنة، وتم تحويلهم على النيابة العامة، وتم حبسهم 4 أيام على ذمة القضية لحين إشعار آخر، واحتمال كبير يتحكم عليهم بالإعدام. على قتله ظلما وافتراء مع ابنته الحسن قاتلة أبيها، رده إلى الجراج الخاص بك نعما منك وجود عضو في دراجتك النارية، وما أن ظفرت به في غفلة منه طاعنا إياه بسكين قد أعددته لذلك الغرض. لذلك حكمت المحكمة حضورية وبإجماع الآراء بمعاقبة محمد أحمد بالإعدام شرقا. بعيدا بقى إنها بنت قاصر والكلام ده كله، بس اللي تعمل كده وهي في السن ده هتعمل إيه لما تكبر؟ أعوذ بالله والله، ده احنا ما كناش عيال. المشكلة الأكبر بقى في محمد، هو ازاي آمن أصلا لواحدة قررت تقتل أبوها؟ ازاي هينام جنبها؟ وكمان ما نزلتش دمعة واحدة بس. وعلى كلامها من بنت عمها إن هي كانت بتقول عايزة تجيب تورتة وتوزعها. دخلت واتمكيجت وبنت عمها صورتها وتقول لك النهارده فرحي وانا هجيب تورته ومش عارف ايه. طب ليه ابوك دي مش واجع في قلبك؟ نشرب بقى شوية أي حاجة عشان بصراحة يعني ريقي نشف. ها لايك وسبسكرايب، لايك وسبسكرايب. انا بقى حبيت ان انا اقدم حاجه بشكل مختلف تماما المره دي. واحب اقول لك بقى في نهايه الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناه لو انت لسه جديد، وتكتب لنا كومنت كده جميل زيك. وطبعا ما تنساش تصلي على النبي عليه الصلاه وافضل سلام. وما تنساش برضو تقول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم علشان تاخد حسنات كتير. واحب اقول لكم الله يبارك لكم. بيس. ها ايه رايكم في التيشيرت ده؟ راح فين التيشيرت ده؟ يعني انا اهو، ايه رايكم؟ تيشيرت جميل صح؟ ايه ده؟ سبسكرايب، لايك بقى، ها اشترك. هلا والله.